بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذا الدرس الثامن من دروس التجويد، وسوف نرى فيه بإذن الله تعالى أحكام اللام غير الساكنة. واللام غير الساكنة دائرة بين الترقيق والتغليظ، يعني لا بد أن نعلم هذا الأمر. فاللام الساكنة مثلا كما ذكرنا سلفا تدور بين الإدغام والإظهار، وغير الساكنة تدور بين الترقيق والتغليظ، وسنذكر إن شاء الله ذلك بالتفصيل. وسنذكر إن شاء الله تعالى ذلك بالتفصيل. وسنذكر إن شاء الله تعالى في هذه الشرائح المواضع التي تغلظ في هذه اللام. وسنذكر إن شاء الله تعالى في هذه الشرائح المواضع التي تغلظ فيها، وعليه فما عداها فهو مرقق. عند ورش تغليظ لام لفظ الجلالة أو التي بعدها ميم تغليظ لام لفظ الجلالة أو التي بعدها ميم تغليظ لام لفظ الجلالة الله أو التي بعدها ميم اللهم في حالتين. أولا، إذا كان قبلها فتح، يعني إذا كانت هذه اللام إذا كانت الكلمة التي قبل اللام مفتوحة الآخر. مثال: الله نور السماوات، الله، وإن لم تكن قبلها كلمة هنا لكن الهمزة مفتوحة، الله. مثال آخر: إن الله، ذلك اللام مغلظة هنا لأن النون التي في الكلمة التي قبلها مفتوحة. مثال آخر: سبحانك اللهم، هذه التي ذيلت بالميم، ميم البركة كما يقال، سبحانك اللهم، فاللام هنا مغلظة. مثال آخر: على الله توكلنا. وأتيت بهذا المثال لغرض، وهو أن بين اللام والفتح هناك ألف. هذه الألف تحذف عند الوصل لالتقاء الساكنين بطبيعة الحال، تبقى القاعدة التغليظ. نعم. ثانيا، إذا كان قبلها ضم، الموضع الثاني الذي ترقق، الموضع الثاني الذي تفخم فيه هذه اللام إذا كان قبلها ضم أيضا. مثال: عبد الله، وإنه لما قام عبد الله، إذن قبلها ضم تفخم. نصر الله، إذا جاء نصر الله كذلك. مثال قول الله تعالى: يلعنهم الله، كذلك نفس الأمر. وأتيت بهذا المثال لأن الميم في الأصل ساكنة، لكن لالتقاء الساكنين حرك سكونها. مثال آخر: قالوا اللهم، كذلك نفس الأمر هنا، حذفت الواو لالتقاء الساكنين فبقيت اللام مضمومة.
مثال آخر: ربكم الله، وغير ذلك. قبل الفتح والضم تغلظ، وقبل إذا خلاصة الأمر قبل الفتح والضم تغلظ، وإذا كان قبلها كسر فإنها ترقق. طبعا لم نذكر الأمثلة لأنها ظاهرة. لله ملك السماوات، ومن يعص الله ورسوله، وغير ذلك من الأمثلة. إذن هذا ما يتعلق بلام لفظ الجلالة. في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى سنذكر ما يتعلق باللام من غير لفظ الجلالة. في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى سنذكر إذن هذا ما يتعلق بلام إذن هذا ما يتعلق بلام لفظ الجلالة. الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى سنذكر اللام المغلظة التي ليست في لام لفظ الجلالة. وفي الحلقة المقبلة إذن هذا ما يتعلق بلام لفظ الجلالة. في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى سنذكر اللام المغلظة التي ليست في لفظ الجلالة. وطبعا هذا الباب تفرد به ورش عن بقية القراء، لذلك سنفرد له حلقة خاصة بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.